اهلا وسهلا بيكم في قناة الوان الكروشيه. انا اسمي ايمان. النهاردة معانا موديل لطيف خالص وصغير، موديل شنطة جميلة جدا وترند السنة دي. عملتها بطريقتي بطريقة سهلة خالص، يا رب تكون بسيطة معاكي. استخدمت المكرمية المصري فتلة متوسطة، ابرة مقاس 4.5، واستهلكت حوالي 300 جرام خيط. تعالوا بينا نعرف الطريقة. بسم الله، يلا بينا نبتدي على بركة الله. هنبتدي الموديل بتاعنا النهاردة ب18 سلسلة، وهنعدي السلسلة رقم 18 وندخل في السلسلة رقم 17 ونعمل أول غرزة حشو. وهنفضل مكملين فوق كل سلسلة غرزة حشو واحدة. هنبتدي دلوقتي نعمل السطر التاني، والسطر التاني من أول هنا هنعمل تزايد. في أول غرزة هعمل فيها غرزتين، بعد كده هكمل غرز فردية عادي بدون تزايد لحد آخر السطر، برضو هعمل فيه غرزتين. يبقى لو البداية بتاعتي كانت 17 غرزة حشو، هنزود عليهم غرزتين، واحدة من على اليمين واحدة من على الشمال، هيبقى معايا 19 غرزة في السطر التاني. دي الغرزة الأخيرة هعمل فيها غرزتين. هبتدي السطر التالت بنفس الطريقة اللي اشتغلت بيها السطر التاني، برضو هيبقى فيه تزايد في أول السطر وفي آخر السطر. السطر الرابع هنبتديه برضو بتزايد في البداية، وبرضو هنكمل غرز فردي على طول السطر لحد ما نوصل آخر السطر. بنفس الطريقة هنعمل تزايد في النهاية. يبقى دلوقتي السطر الأول احنا عملنا بس غرز حشو فوق السلاسل، بعدين بدأنا نعمل تزايد في كل سطر من السطور اللي اشتغلناها على الوش وعلى الظهر، تزايد في السطر التاني والتالت والرابع، وهنفضل شغالين سطور تزايد لحد ما نوصل للسطر التاسع. يبقى انا دلوقتي هشتغل 9 سطور، كل سطر من ال9 سطور هيبقى فيه تزايد في اول واخر غرزة. خلصنا هنا لحد السطر رقم 9، كل السطور كانت فيها تزايد. هبتدي دلوقتي السطر رقم 10، وده هيكون بدون تزايد، سطر ثابت. هشتغل السطور اللي جاية سطور ثابتة، غرزة جنب غرزة من غير ولا تزايد ولا تناقص، وهنفضل مكملين سطور ثابتة بالمنظر ده لحد ما نوصل للسطر رقم 19. هنبتدي من السطر رقم 10 السطور الثابتة لحد ما نوصل للسطر رقم 19. كده وصلنا عند آخر غرزة في السطور الثابتة اللي بدون تزايد. دلوقتي ده السطر رقم 19. طيب نراجع كده مع بعض. أول 9 سطور كانوا فيهم تزايد في البداية وفي النهاية، مرة من على اليمين ومرة من على الشمال، وأنا راجعة برضو تزايد جديد، مرة من على اليمين مرة من على الشمال. بعد كده من أول السطر رقم 10 لحد السطر رقم 19
سطور ثابتة من غير تزايد او تناقص. تمام. هبتدي دلوقتي اعمل سطر واحد تناقص. ازاي؟ هنا برضو بدون ما اعمل اي ارتفاع، اهي اخر غرزة بتاعتي اهي. بعد كده مفروض بدخل هنا في اول غرزة دي، مفروض بدخل في الفراغ الاولاني ده، لا انا هفوته وهروح على الفراغ اللي بعديه ده. بقى كده عملت تناقص بس لاول غرزة هنا في السطر. بعد كده هكمل عادي خالص لحد اخر السطر نعمل تناقص جديد. هنا اخر غرزتين في السطر هبتدي اعمل تناقص فيهم. ازاي؟ هدخل في المكان بتاع الغرزة اللي عليها الدور واسحب الخيط، خليه معايا، وادخل عند الغرزة الاخيرة واسحب الخيط. يكون معايا 3 خيوط على الابرة، اسحب ال3 خيوط بالشكل ده. وبكده اكون الى حد كبير خلصت جسم البورتفيه بتاعي او الشنطة بتاعتي. هبتدي دلوقتي اعمل الجزئين اللي فوق من على الجنب ده ومن على الجنب ده، فانا هعوز اقسم الغرز بتاعتي. هبتدي اقسمهم، هحتاج 2 ماركر، او ممكن لو منتيش عايزة مش ضروري. هاخد هنا من على الجزء اليمين 7 غرز، ادي 2 4 6 7، تأكد 2 4 6 7. ومن على الناحية التانية برضو نفس الكلام 2 4 6 7. تمام. الجزء اللي في النص ده مش هعمل فيه اي حاجة الا في الاخر غرز تلم الغرز كلها مع بعضها بتاع السطور كلها. تمام. هبتدي دلوقتي هنا الابرة من الناحية دي، هلف الشغل كده، هشتغل عادي في كل الغرز ال7. 1 2 3 4 5 6 7. ودي الغرزة اللي فيها الماركر اهي. خلاص تمام كده. هبتدي دلوقتي السطر بتاعي هيبقى بس ال7 غرز دول السطر ده، فانا هبتدي ارجع تاني فوقيهم، بس انا هعمل تناقص من هنا من عند الناحية اللي جوه، هيبقى فيه هنا تناقص، بره مش هيبقى فيه اي تناقص. فهبتدي دلوقتي هفوت اول واحدة واروح على التانية اعمل فيها الغرزة بتاعتي. معنى كده ان ال7 غرز دول هيكونوا دلوقتي كام؟ 6 غرز. 2 3 4 5 6. تمام. كده بقوا 6 غرز. هلف، هطلع تاني فوقيها في نفس الغرزة الأولى، مش هعمل تناقص من على حرف البورتوفيه كده. 2 3 4 5 6.
حلو كده. تمام. هبتدي اروح راجع تاني فوق السطور. هعمل فيها دلوقتي تناقص، لان انا بعمل تناقص من فين؟ من جوه، من على، من هنا، من جنب قلب البورتفيه نفسه، من جوه من هنا. هفوت اول واحدة دي وهروح على اللي بعدها. 1 2 3 4 5. وهرجع عليهم تاني ال5 كلهم. هروح على السطر اللي بعده، هعمل هنا في تناقص جديد. هفوت اول غرزة دي. تمام. وهروح على اللي بعدها، دي هسيبها. هروح على التانية. 1 2 3 4. ألف. أرجع تاني على ال4. هبتدي أعمل التناقص الجديد. شايفة اهو تاني اهو. هفوت الغرزة الأولى دي، هفوتها. هروح على التانية على طول. 1 2 3 تمام. ألف. وهمشي تاني على ال3. 1 2 3 هلف تاني. هفوت الغرزة التالتة. هروح عند الغرزة التانية. 1 2 هلف واشتغل فوق الاتنين. بعد كده هيتبقى معايا بس غرزة واحدة بس، عشان انا هعمل تناقص في الاتنين دول. فانا هفوت اول واحدة وهشتغل بس على الغرزة التانية كده. تمام كده. الجنب ده يكون خلص اهي. لو جينا نطبقها فوق الجزء التاني اللي خلصان اهي. كده لسه دلوقتي هنشتغل الجزء اللي هنا بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلنا بيها دي. هنبتدي ال7 غرز، بعدين نرجع عليهم بتناقص من هنا، بعدين نشتغل ال6 غرز ونرجع عليهم بتناقص يبقوا 5، بعدين نشتغل فوق ال5 غرز، وهكذا لحد ما نوصل لحد غرزة واحدة بس. بعد ما نخلص هنعمل داير يلف على الغرز كلها من الجوانب كلها، يبقى زي برواز كده، يظبط السطور ويخلي الشكل انسيابي اكتر. تمام.
هنخلص الجزء ده ونرجع عشان نلف على الغرز كلها مع بعض. تمام كده وصلت لحد غرزة واحدة بس. هبتدي اقص الخيط اللي انا اشتغلت بيه هنا علشان هعمل الداير كله بباقي الخيط اللي باقي من الناحية الاولى. فالخيط ده هقصه هنا كده، وهي الدايرة طبعا تحت الغرز. تمام، هبتدي دلوقتي اشتغل من اول الناحية دي تاني على الغرز بتاعتي كلها. هنا الغرزة خارجة من هنا، هروح على اللي بعدها السطر اللي قبلها، كل سطر هعمل عليه غرزة من على الجنب كده كبرواز تجمل الشكل اكتر. كده ونمشي على الداير كله لحد من هنا كمان، هنا لحد ما نوصل تاني هنا عند البداية اللي احنا ابتديناها. هخلصها وارجع تاني عشان نشوفها. هنا خلصنا ايدي الشنطة بتاعتنا وركبتها في ناحية من النواحي، وانا شبكتها دلوقتي كده بالماركر من كل ناحية في الجزء التاني علشان خاطر اقدر اظبطها كويس. الايد بتاعتي انا ركبتها في الداير الشنطة كله، وخليت ناحية تكون قصيرة وناحية طويلة من الناحية التانية. وهركب هنا حاجة هنا زي عارفة الأبزيم اللي بيبقى بتاع الحزام مثلا، زي التوكة المعدن دي. كده مش انا متبقى جبت الابزيم معانا التاني اللي لقطع هو البورتوفيه بلاستيك الا مقوى، الجزء اللي ده هو يعتبر مناسب الجنب لحجم بتاعه، الشنطة ومش كبير، وعلشان هو علشان خاطر مقاسه مش صغنون عايزة كده وسيمبل، تكون انا وزنها حبيت تقيل ان انا خالص، اعمل له جنب عايزاها بسيط تكون خالص، اخف ما يكون. عبارة عن 4 غرز كده جنب بعض، فدلوقتي دي طريقة تركيب وهتعمليها زي الابزيم ده شريط او التوكة طويل. دي. وله اكتر هندخلها من كده، فكرة، ممكن هندخل تعمليه السن بس بتاعها في يبقى وسط الغرز، يدوب على ومن حدود الناحية التانية هنبتدي
ندخل الجزء القطع، يعني الصغير يكون ده، بادئ من هنا وهنبتدي يلف نثبت حوالين البرتقال لحد هنا الجزء بس. الصغير وممكن مع تخليه طويل جدا، الجزء يكون هو التاني كمان ايد الشنطة، يكون ايد بالخيط الشنطة عبارة عن بالمنظر اللي احنا شايفينه بقية ده. الجسم بتاع البرتقال، ويكون برضو فكرة حلوة وعملية اكتر. فده هيبقى على حسب الخيط بتاعك المتاح، وكمان الذوق برضو، هل انت هتحبي كده ولا لا. فهنعمل مع بعض الجزء ده بكل بساطة، يعني حاجة أبسط ما يكون. غرزة بداية 4 سلاسل، بعد كده ترتفعي فوق ال4 سلاسل 4 غرز على تركيب طول السطور كلها القطعة دي هيسهل عليا كده، اشيل الشنطة باكتر من برضو طريقة. بدون ما أعمل أي اقدر ارتفاع. اشيلها شوفي كروس، علشان خاطر فاخليها أنا اطول ما ما بعملش ما هي، ارتفاع. يعني اطول الجزء أو جزء فيها. الحروف بتاعة وممكن القطعة اقصرها لحد اقصر بتكون إلى حاجة. حد كبير متساوية، ممكن اخلي الايد غير لما صغيرة تكوني خالص، عاملة هي دوب ارتفاع. تتشال في الايد كده بطريقة بسيطة. 1 2 فالميزة في 3 حاجة زي كده ان انتي تقدري 4 تتحكمي في طول الايد. طبعا في قطع تانية بتتباع في محلات وهكذا تفضلي الخيوط، ترتفعي بالسطور تقدري منها ان انتي القيلة اللي تطولي الايد تديكي وتقصريها برضو بطريقة الفكرة اللي سهلة. انت حابة ولكن انا تنفذيها. حبيت ان انا اضيف خلاص كده طريقة دلوقتي جديدة يعتبر القطعة ممكن بتاعتنا تكون جاهزة. غايبة هنبتدي عن بال مرحلة ناس كتير التشبيك. يعني. وهي فعلا طريقة سهلة خالص، اسهل من التانية. ركبنا التوكة دي او الابزيم ده، فلو احنا هنجرب دلوقتي مع بعض، نجيب الطرف التاني هندخله كده من هنا، بالشكل ده. تمام. طيب هبتدي بقى ان نثبت دلوقتي البطانة من فوق، من هنا من عند السوسته، بطريقة برضو بسيطة خالص. هبتدي اقفلها من هنا من ناحية السوسته، حوالين السوسته. طبعا تقدري تقفلي الشنطة الاول برضو، تشبكيها في بعضها وبعدين تركبي البطانة. بس انا حابة اجرب المرة دي من قبل البطانة، علشان او قبل التشبيك، علشان اشوف ايه الاسهل بالنسبة لي. يعني احنا ممكن عشان نظبطها اكتر نبتدي من نصها، علشان نبقى عارفين هننتهي في الناحية انهي. البطانة بتاعتنا اهي بنفس الطريقة اللي احنا متعودين عليها هنا في القناة. بنعمل البطانة قطع، يعني في الاول بناخد
مقاس القطعة، كل قطعة من القطعة دي، وبنقص على مقاسها. وبعد كده بتاخدي برضو بمقاس الجنب اللي هو عندنا ايد الشنطة، بتاخدي عرض الجنب. وبعد كده بنبدأ ان احنا نقفل البطانة على بعضها، تبقى شكل العلبة او تعمل شكل الشنطة كده. هنا انا ضفت لها جيوب داخلية عشان تبقى برضو فيها حاجات يعني تحافظ على حاجتك اكتر. فممكن طبعا تشبكيها على ايدك. اتعلمنا مع بعض قبل كده برضو طريقة تشبيك البطانة بالخياطة، بخياطة الايد اللي هي تشبه خياطة المكنة، وبطريقة سهلة برضو. وممكن تعمليها على المكنة او توديها لحد يعملها لك برضو بسرعة. فده بيبقى شكلها بعد ما بتتقفل كده مع بعضها، بتبقى بتدي شكل الشنطة عموما كده لوحدها. هنبتدي ان احنا دلوقتي نشبك البطانة برضو قبل التقفيل. شايفة هنا هي مثلا دي الخياطة بتاعة الغرزة السحرية او الخياطة السحرية اللي بتبقى عاملة فينش سليم، ما بتخليش الخياطة تبان في البطانة. فانا هخلصها وهرجع لك تاني. كده بالشكل ده تقريبا البطانة اتثبتت، لسه بس الجزء البسيط ده هنثبته برضو، بس انا هخليه للاخر بعد ما اقفل من بره، علشان ابقى قادرة اتحكم برضو في الفينش بتاع الخيط من جوه. تمام اهو الشكل كده تمام. شايفة الخياطة مش باينة خالص هنا ولا الناحية التانية. تمام. هبتدي دلوقتي اقفل بقى الجزء ده، وطبعا القفل بتاع الجزء الخلفي التاني دلوقتي بنفس الطريقة اللي احنا هنعملها دلوقتي. هاجي من هنا، انا سايبه طبعا الخيط ده من الخيط الاساسي اللي انا كنت شغالة بيه عشان خاطر التقفيل. وهاجي ابتدي من اول هنا هدخل الابرة من تحت السوسته علشان ما تبقاش مكلكعه بره اهي كده. وبعد كده هبتدي دلوقتي اتاكد ان انا في النص، هقفل عليها كمان مره. هبتدي ادخل من جوه القماشه او من جوه البطانه في التانية اللي انا تنيتها كده. بعدين اخرج بالابره، ثبتها تاني في الحته اللي تحت اللي بعدها هنا. وهرجع تاني ادخل في القماشه او في البطانه في التانية جوه التانية كده، واطلع واروح تاني عند السوسته
كده الموديل بتاعنا يكون خلص الحمد لله. تقدري طبعا تزينيه باي حاجة عندك، ممكن تستخدمي اي وردات كروشيه زي كده. الفرع الاخضر ده فرع جاهز زي الستان كده، وتقدري تزيني، ممكن تحطي عليها فراشة كروشيه، او حتى يعني حاجات جاهزة زي الخرز او الجبير. فالتزيين بتاعك ده ان شاء الله يعني حاجة اختياري بالنسبة لك. فاهم حاجة يكون الشرح واضح، ويكون يعني قدرت اغطي كل التفاصيل بتاعة الموديل معانا في الفيديو. ولو ليكي اي سؤال اكتبي في الكومنتات وانا هرد عليكي على طول. فالشنطة شكلها صغير من بره، بس هي واسعة من جوه، تقدري تشيل فيها حاجات كتير. شايفة اهي. والصوصات الداخلية برضو بتساعد ان يبقى فيها اكتر من مكان لتخزين الحاجات بتاعتك. تمام كده. لو في اي سؤال اكتبي لي في التعليقات وانا هرد عليكي على طول. الشنطة اخدت معانا حوالي 300 جرام خيط مكرمية مصري، والتزيين طبعا حاجات بسيطة خالص من بالشكل ده. وارجع تاني من فوق، هروح برضو ادخل في الحلقة الخلفية دي، باجي ادخل هنا في الغرزة اللي قصادها، وهشتغل زي دايرة، واخد في قلبها بواقي الخيوط بتاعتي هنا اهو. تمام، هنخلصها.